طول عمرِك وأنتِ بتخلي الرنجة غلط، تعالي النهارده هاقول لِك على أجمل طريقة نخلي بيها الرنجة، ومن غير ما نوسّخ البوتاجاز ونبهدل الدنيا، طريقة سهلة وبسيطة ورنجاية القمر دي هاوريكم نعملها إزاي. أول حاجتين إحنا مش محتاجينهم الراس والديل، فهنتخلّص أول حاجة من الراس، ويا ريت ما حدش ياكلها عشان أنا أعرف ناس بتحب تاكلها. تاني حاجة هنتخلّص من الديل، وهنيجي من العقلة الأخيرة ديًّا وهنبتدي نقطعها برضه، كده إحنا اتخلّصنا من أول حاجتين ما لهمش لازمة، الراس والديل. هنيجي بقى للسمكية، اوعي تفتحي السمكية من بطنها، انا قلت لك اهو هتبهدلي الدنيا. هنيجي من الظهر ونبتدي نفتحها كاننا بنعمل سمك سنجاري بالظبط. السمك السنجاري بيتفتح كله من الظهر، احنا هنفتح الرنجايه زي السنجاري بالظبط. شايفين الجمال؟ اتفتحت واللحم بتاعها ابيض وجميل ازاي. بايدينا كده يا دوبك هنفتحها بكل سهوله زي ما احنا شايفين، بقت عامله زي السمك السنجاري بالظبط. ادي كده السمكيه بتاعتنا قدامنا مفتوحه. باي حاجه عندك، بمعلقه، بمنديل، باي حاجه هنبتدي نلم الاحشاء بتاعتها. وللاسف السمكيه دي ما كانتش مبطرخه، اللي جابها لي مش مبطرخه بقى، الله يسامحه. طبعا كلنا بدأنا نحضر الفسيخ والرنجة عشان خاطر شم النسيم، ودي أول التحضيرات ليه. بأي منديل هنبتدي نلم كل الأحشاء اللي موجودة وننضف السمكية كويس جدا جدا جدا. وكده السمكية بتاعتنا جاهزة لعملية الخلي. وعشان خاطر اخليها صح، اوعي تبدأي بسلسلة الظهر من تحت، ابدأي من الديل من فوق بصباعك كده، يا دوبك هتشديها هتطلع معاكي نضيفة جدا. عايز اقول لكم ان في ناس بتحب جدا تمصمص سلسلة الظهر دي، بتكون مليانة لحم وتحب تمصمصها. انا واحد من الناس دي بصراحة. يا ترى انتوا كمان زيي ولا انا لوحدي؟ شايفين السلسله طلعت نضيفه ازاي؟ هبتدي افصل السمكيه بتاعتي من النص كده بالظبط. كده انا معايا نصين، لو انت حابه تقدميها في طبق كل نص لوحده بالمنظر دون، تمام. لو احنا حابين ان احنا نخلي السمكيه ونقطعها مكعبات، تعالي بقى اوريك الطريقه. اول حاجه احنا عندنا المنطقه بتاعه البطن دي، ايوه المنطقه اللي انا فردتها دي حته جلده ملهاش اي ستين لازمه خالص. انا هبتدي افصلها عن السمكيه، لان المكان دون اللي بيكون فيه البطروخ وبيكون فيه احشاء السمكيه. وكمان كده إحنا اتخلّصنا من كمية الشوك اللي موجودة فيها. على فكرة دي الطريقة اللي بتتم في المحلات فعلًا، بيقطعوا الجزء دوًّا بالبطن بالشوك كلّه بيشيلوه. تعالوا بقى نقشّر الضهر بتاع السمكية عشان خاطر نقطّع اللحم بتاعها مكعبات. بس أنا هنا للأسف الجوانتي كان بيزحلق معايا شوية، وكمان أنا ما رضيتش أفصل الحتّة ديًّا عشان خاطر تشوفوا أنا باعمل إيه بالضبط، ولا حبيت إن أنا أسرّع الفيديو. هي كده هتطلع معانا بكل سهولة. هنسيّسها كده، ولو في حتّة لحمة طلعت والّا حاجة هنمسكها هتطلع معاكِ بكل سهولة. بُصّي حتّة الجلد طلعت إزاي، طلعت على طول. أنا كده معايا حتّة الفيليه والجلد ده برضه مش مستخدمينه في حاجة. هنبتدي نقطّع القطع بتاعتنا كيوبس، هنقطّع مكعبات صغيّرة. ممكن ندخّلها بعد كده في أي سلطة رِنجة، أو ممكن نحطّها كده في الطبق ونحط عليها شوية طحينة وزيت وليمون، وهتبقى جميلة جدًا في الأكل. أنا عن نفسي الطريقة اللي أنا باحبها، باحب أقطّع الرِنجة بالمكعبات بالطريقة ديًّا، وأعمل لها سلطة بصل وطماطم وخيار وشوية فلفل حامي زي ما أنتم شايفين كده الجمال دوًّا، لوحة فنية. وأحسن طريقة عشان تاكلي بيها سلطة الرِنجة بالطريقة دي، هتقطّعي كل الخضار بتاعِك وتنزلي بالزيت والليمون، وتحطّيها في التلاجة من بالليل وتاكليها الصبح، وألف هنا وشفا عليكم.